أنا عارفة إن ناس كتير الوصفة دي ما تعرفهاش، لكن أنا عن نفسي فطار وعشاء عنها ما بستغناش. كفاية الغاز، سموا الله وصلوا على رسول الله. وتعالوا بينا ندخل على الفيديو على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معانا سمسم ومعانا فول سوداني. تمام، الاتنين قد بعض. نص الكمية هنحط كمون، وبرضو نص الكمية هنحط كزبرة، ونص الكمية برضو هنحط حمص اللي بيتباع في المقلة يا جماعة، الحمص بتاع المقلة زي الفول السوداني وكده. وهنحط كمان زعتر، وده اختياري تقدري تستغني عنه. ونحط ملح، الملح برضو حسب رغبتك، بس حاولي ما تحدقهاش قوي. تمام. طيب حذروا فزروا كده، بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ طيب، خدنا كل الكلام ده وحطيناه على النار، ولازم نحمصه كده وتشمي ريحته وتحسي ان الدخان طالع منه، بس اوعي يتحرق. هنعمل الدقة الخطيرة اللي المفروض البيت ما يستغناش عنها. على فكرة هنحتاج سمسم تاني، بس هقول لكم دلوقتي خطوة خطوة كده بنعملها مع بعض. الدقة الجميلة اللي ما كانتش زمان بيبصوا بتفضى من البيت، كانت هي الأساس يا جماعة. جنب بيض مسلوق، جنب بيض كده أومليت كده عاملاه في الطاسة حط عليه، جنب طعمية، جنب سميد، جنب بصوا يتاكل كده حاف مع لقمة فينو قرص أي حاجة. أنا بشيل قشرة الفول السوداني. بصوا بقى، خلاف ان هي فاتحة للنفس لكن مليانة قيمة غذائية. انتوا عارفين السمسم ده يا جماعة اوعوا تستغنوا عنه في البيت، يبقى موجود اساسي. اول حاجة يبقى موجودة في البيت السمسم. بصوا بقى ما شاء الله الدخان طلع منها، بس طبعا ما اتحرقتش، اتحمصت كويس. نجيب بقى المطحنة بتاعة الخلاط ونبتدي ان احنا نطحنه. عرفنا السمسم كمان لسه هنحط مقدار الكمية دي تاني سمسم، يعني حبة تاني. تمام، بس صحاح بقى، احنا ده هنطحنه كده وفي الاخر هنحط حبة سمسم سليم. السمسم يا جماعة، علشان بس انا بكلمكم حاجات مهمة، علشان حبايبي اللي بيقولوا يسرعي الفيديو ما تتكلميش كتير، يا جماعة انا بقول كلام مهم. فاللي عاوز الوصفة بس كده يسرع الفيديو، مفيش اي مشكلة، جري الشريط من تحت والغي اللي انت عاوزاه، لكن انا بتكلم في حاجات مهمة. السمسم ده يا جماعة منجم معادن، منجم معادن ليكي ولاولادك. بص الاول احنا طحناه، بس عاوزه اقول لك وانت بتطحنيه ما تطحنيهوش قوي علشان ما يطلعش الزيوت اللي فيه، السمسم والفول السوداني والحمص. تمام، منجم معادن. الكميه الكالسيوم اللي في السمسم اضعاف مضاعفه اللبن، يعني لو انت مش بتشربي لبن خدي معلقه سمسم. منجنيز، زنك، حديد، مضادات للأكسدة، كل ده موجود في السمسم. منجم زي ما قلتلك، معلقة واحدة، أنا باخد معلقة كل يوم. انت كمان نفس النظام، خدي معلقة كل يوم. طبعا الدقة دي أساسي. بصي بقى، معلقة كده من المعلقة دي مقوية زي ما قلنا، فيها كل حاجة مفيدة جدا للصحة ومغذية ومليانة زي ما قلنا معادن كلها، السمسم، الفول، الحمص، الزعتر، الكمون، الكزبرة، كل دي معادن يا جماعة. ما تستغنيش عن معلقة الدقة دي. انا زي ما قلت لكم حمصت في الاخر حبة سمسم اهو سليم وحطيته. تمام، يبقى احنا حطينا السمسم والفول اكتر حاجة، الكمية بقى اللي انت عاوزاها، كوباية مثلا سمسم، كوباية فول، نصهم بتبقى الحاجات التانية، نصهم كزبرة، نصهم كمون، نصهم حمص، لكن الضعف دايما في السمسم والفول السوداني، وهو ده اللي بيديها طعم حلو قوي. وكمان بنحط سمسم في الاخر صحيح. حطيه بقى كده في بطرمان ودي لحبايبك منه اللي بتحبيهم. المعلقة دي ما تستغنيش عنها خالص، خليها كده جنب أكلك، بجد تحفة وخطيرة. وأشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.